مطعم بيقدم أكل ببلاش طول السنة. في اسكندرية، المدينة الأشهر في مصر. وصلنا لوسط البلد عشان ندور على مطعم مبروكة، تحديدا شارع فؤاد، أقدم شارع في اسكندرية. ده هنا مبروكة، وهناك سبيل مبروكة. سبيل مبروكة النهاردة مش شغال. سبيل مبروكة بيشتغل كل يوم جمعة من كل أسبوع، بيقدروا إن هم يطلعوا أكل فري للناس. والميزة كمان هنا في سبيل مبروكة إن أنت ممكن تخش تاكل في المطعم، يعني هو مش بيوزع وجبات، هو بيديك الإحساس إن أنت قاعد في مطعم. الموضوع كله بدأ بان انا كنت عايزه اعمل حاجه ليها علاقه بالاطعام، ان انا اعمل اكل بايدي وانزل اوزعه على ناس ما اعرفهاش، ناس موجوده حوالينا في الشارع بس مش دايما متشافه. وفعلا قعدت سنه اعمل اكل في البيت وانزل اوزعه مع اختي واولادها في اسكندريه. كان في اوقات بعمل كده مع اصحابي في القاهره. وبعدين في نص سنه 22 قررت ان انا اسيب شغلي، ووصلت لشكل الفكره النهائي مع اخويا ان احنا نعمل مطعم ونخصص جزء من الايرادات بتاعته للمشروع بتاع سبيل للاطعام، عشان نضمن استمراريه الفكره ونوسع دايره الخير ونكون سبب ان ناس ثانيه تساعد ناس ظروفهم اصعب، وكمان يساعدوا نفسهم بانهم يذوقوا حلاوه المساعدات دي. والحمد لله بقى في مبروكه بتعمل اكل مصري بسيط واكل شوارع بس على نظيف، ما تقلقش ان انت تعيا بعد ما تاكله. وكمان في بركه، مبروكه بتشتغل كل يوم ما عدا يوم الجمعه مخصصه لسبيل، بتعمل نفس الاكل بس لناس ثانيه ما تقدرش تدفع ثمن. النهارده انا جاي بجرب مطعم بيقدم اكل بيتي. فكره المطعم جامده جدا، ان هو مطعم مفتوح بيقدم اكل بيتي. اول حاجه طلبتها هنا كفته داوود باشا، رز بشعريه مع كفته داوود باشا، صوص الطماطم والبقدونس. تاني حاجه معانا اللي هي الشركسيه انا سالت الشيف، هي عباره عن رز، قطع فراخ، صوص، وكمان عليها عين جبل. اول حاجه اجرب الشركسيه لان انا ما جربتهاش قبل كده. لا بجد طعمها جامد جدا، ودي الميزه فعلا اللي موجوده في المكان، ان انت بتاكل وحاسس انك بتاكل اكل نضيف اكنه معمول في البيت. دلوقتي هجرب داوود باشا. طعمها جامد جدا، طعم الرز وطعم الكفته، فعلا حاسس ان ده اكل معمول في البيت، مش كلام اعلانات يعني. الميزه هنا لما باكل كفته داوود باشا حاسس ان انا رايح ناحيه الكفته مكمل فيها، حاسس ان انا باكل اكل بيتي. المميز كمان في المطعم هنا ان هو بيطلع جزء من ارباح المطعم ده لمطعم سبيل مبروكه، ان هم بيوزعوا اكل ببلاش كل اسبوع على مدار السنه، بيطلعوا جزء من الارباح هنا للمطعم التاني. بجد مجهود رائع جدا من الناس اللي هنا. المطعم ده موجود في شارع فؤاد، وبجد من احسن المطاعم اللي انا برشحها لك ان انت تجربها. دي بجد فرصه ليك ان انت تيجي مطعم زي ده وتجرب اكل بجد اكنه معمول في البيت.